سامحيني يا سنبلة إذا قطعت المنجل، بس أنا تعبت أكثر من ما نضجت. الدراسة حصلت لك 1,000,000 الأجور والنقل 300، الكنتر يحسب عليك 100 مبيت، تاكل فلاح والعشاء خباز. هاي الحنطة طلعت من بطن الأرض مثل اليتيم، لا حد مسح راسها ولا وزارة قالت شلونها. السلام عليكم. شلونك عم؟ أستاذ مالك هذا تعب السنة، بس يشوف لنا العينة يرحم والديه. جيب لي ختم مختار وختم شيخ وثلاث صور ملونة وختم محافظ وختم شباب المنطقة، ولا تخلى شي ما تجيبه. ما تريد تحليل دم راح احلل لك، شوف الحبلية الهرمونية. والله ما عنده غير هالعرق، تريد اختم على بنية التعب. حبيبي احنا مو ضدك، بس هي تعليمات جاي تجينا. هم الزرع لو يشتكي شغل اشتكى عليكم قبل. يلا قوم اجيب لك متطلبات خيرك يفيض على الجيران وعيالك مساكين. مشاهدينا الكرام، معنا الإعلامي عدنان. مشاهدينا الكرام، في إنجاز وطني غير مسبوق سجل مركزنا هذا العام على معدل تسويق للحنطة منذ تشييد أول طابوقة بالوطن، وهذا يثبت حرص الدولة على الدعم الفلاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من التصريحات. جبت لك هذا عقد الزواج، هذه ختم مختارية، تأييد سكن، انه وش تريد؟ حتى تحليل دم جبت لك لي ولا الحنطة؟ والله يا حجي حنوتك طلعت درجة رابعة وضالبتها الشمس، فقوم توكل احسن. ويه لو ما شمس العراق شو يسويها؟ حجي صوتك لا ترفع عليه وقوم اطلع برا. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. هاك كلها هذا تعبي ما تستاهلون، لا يوفقكم ان شاء الله. تكرم اليوم الأستاذ مالك النقري على حسن إدارته ورفضه الاستسلام رغم الضعف في الوعي الزرعي الفلاحي. والله الفلاح زرع بس الحصاد محفوظ بمجلة القرارات، السيارات تسوي بالليل حنطتنا مرفوضة.